أحداث الحلقة السادسة جاية مشحونة توتر وتصعيد، وبتكشف خطة شيطانية عملتها جنى، واللي بيبان أكتر وأكتر إنها الشريرة الحقيقية في المسلسل، ولسه هنشوف منها بلاوي كتير في الحلقات الجاية. في بداية الأحداث جنى بتحس بغيرة شديدة لما تلاحظ إن نجم طول الوقت مشغول ببنته ملك، واهتمامه كله بيها وبعده عنها وانشغاله بالشغل، فتقرر تنتقم وتاخد فستان فرحها وتخبيه تحت سرير ملك، وبعد كده تنزل تفطر عادي جدا ولا كأن في حاجة حصلت، وتسمع كلمتين عابرين من رنا، فتعمل نفسها زعلانة وتدخل أوضتها تعيط، فهند تلحقها تحاول تهديها وتصلح الدنيا. في خط تاني ورد تروح تسأل على بلال، ويبان عليه إنه مبسوط لما يشوفها، تطلب منه يسمح لها تشوف بنتها، فيبلغها إن نجم رافض رفض تام إنها تقابلها ومفيش أي أمل في الموضوع ده. جنى تكمل تمثيل دور الضحية وتفضل تعيط في أوضتها، وهند تواسيها وتقول لها ما تاخدش كلام رنا على صدرها، لسانها ناشف بس قلبها طيب. بس جنى توضح إن زعلها مش بسبب رنا ولا علشان نجم غايب بقاله ليلتين، إنما علشان فستان فرحها اختفى ومش لاقياه. هند تطمنها وتقول لها أكيد حب خده يتنظف. هند تروح تسأل على الفستان، وفي نفس الوقت جنى تعدي جنب أوضة ملك، تبص تحت السرير وتصرخ وكأنها اتفاجئت. هند تجري عليها وتطلع الفستان من تحت السرير وتلاقيه متقطع خالص. جنى كانت مخبياه بنفسها علشان تنتقم من نجم ومن بنته، وتبدأ تعيط وتدعي إن ملك هي اللي عملت كده من الغيرة علشان حاسة إن جنى خدت مكان أمها. هند تحاول تهدي جنى، وجنى تكمل دور الملاك وتطلب منها ما تعاقبش ملك علشان طفلة. هند توعدها إنها مش هتزعلها بس هتربيها وتعلمها الأدب.